كل سنة وانتم طيبين. أهلا بيكم في برنامجكم مع مريان في رمضان الموسم الأول والحلقة الأولى. تعالوا النهاردة نعرف مع بعض منين جت كلمة وحوي يا وحوي، جت منين وإزاي واتقالت ليه وكمان إمتى. أول مرة نسمع كلمة وحوي يا وحوي سنة 1937 للشاعر محمد حلمي المنستيري، وغناها أحمد عبد القادر، واتقدمت بشكل جديد تماما سنة 1953 من خلال أحداث فيلم قلبي على ولد، غنتها الفنانة هيام يونس وهي طفلة. أغنية وحوي يا وحوي أقدم من شهر رمضان نفسه، وهي بترجع للعصر الفرعوني، مأخوذة من الكلمة الفرعونية وحي يوحى، اتحرفت بقت وحوي، ودي جملة كانوا بيستخدموها الفراعنة في الترحيب للملكة بتاعتهم اللي هي باللغة العربية قمر الزمان، وهي ولدت ملك مشهور من ملوك الفراعنة. كانت كل شهر بتطلع في موكبها للسير في شوارع مصر، وبيستقبلها الشعب بكلمات وحوي يا وحوي إيوحى، وكانوا بيمسكوا في ايديهم مصابيح. ومعنى الكلام ده بالعربي كلمة وحوي تعني مرحبا، وإيوحى يا قمر. محلى نهار بالخير مليان وحوي يا وحوي. رحت يا شعبان وحوي نضر جيت يا رمضان وحوي يا وحوي. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين وحوي يا وحوي، واستمرت الأغنية إن هي تتطور لحد ما وصلت لنا، والنسخة الأخيرة ليها كانت عام 2009، وكانت من كلمات نبيل خلف وألحان وليد سعد وغناء الملك محمد منير. هيفضل رمضان يجيلنا كل سنة ونفضل في حب مع بعض، وهيفضل احتفالنا بيه برضو مع بعض. شهر رمضان ليه طعم خاص خصوصا في مصر، وهتفضل وحوي يا وحوي معانا على طول. مستنية آرائكم، وإن انتوا تعملوا لايك وكومنت وشير، وطبعا اشتراك في القناة، ومستنية إجابتكم على سؤال الحلقة. كنت اتكلمت معاكم عن ملكة شعب مصر كان بيرحب بيها وبيقول لها وحوي يا وحوي. الملكة دي ملكة فرعونية قديمة، وأم الواحد من أشهر ملوك مصر الفرعونية. جوائزنا قيمة مادية، علشان تاخد القيمة المادية أو تكسب معانا في برنامج مع مريان في رمضان لازم هتعمل كام نقطة كده. شروط المسابقة: أول حاجة هتعمل شير للفيديو، وتعمل لايك، وتعمل كمان اشتراك للقناة، وتقول الإجابة في الكومنتات، وكمان بعد كده تبعت لنا مسج بإن أنت جاوبت على كل الشروط دي، وتبعت لنا كمان رقمك. وبعد كده هنختار في بولة كده كل الأسماء للناس اللي جاوبت معانا في الكومنتات، وإن شاء الله هيتم من خلالها السحب في الحلقة اللي جاية مين اللي جاوب على السؤال. خلصت حلقتنا في برنامجكم مع مريان في رمضان. استنونا الحلقة اللي جاية إن شاء الله في موضوع جديد وجايزة كمان جديدة. طبعا لازم أشكر في نهاية البرنامج الراعي للبرنامج مع مريان في رمضان، اتحاد الإعلاميين العرب، ولازم أشكر كل إدارة القناة اللي كانت حريصة إن البرنامج يطلع بالشكل ده ويتقدم بالمحتوى ده. استنوني في الحلقة اللي جاية مع مريان في رمضان.